اسمي محمد إلياس شوك من الجزائر. اسمي كوثر ساري من الجزائر. عبد المجيد حمود دحان مخارش من اليمن. أنا ميرا زليطني من ليبيا. مبدئياً مثل ما ذكرت في مفهوم الأمة، احنا كلنا جايين بهدف واحد بس، يا إما نختلف في الطريق أو أصلاً ما عندنا وسائل نمشي فيها نحو هذا الهدف. فالله يجزاه خير الدكتور رسم لنا الطريق وأشعل فينا شعلة بإذن الله لن تنطفئ تخلينا نكمل لنوصل لهذا الطريق بالطريقة الصح، وإن شاء الله هذه فقط بداية بإذن الله. المحاضرة خلت فيها فكرة إنه بكل خطوة أخطوها سواء مع اتحاد الطلبة الليبيين أو مع نفسي في حياتي الشخصية أو في حياتي الدراسية، إنني دائما أفكر شو الهدف اللي يمكن أخدم به أمتنا المسلمة والعرب بصفة عامة. كانت فعلا محاضرة غنية جدا، تأثرت من المحاضرة بشكل إيجابي جدا. والله الدكتور سيد كانت كل محاضراته وجلساته فيها زاد إيماني وزاد روحاني، فهو عندما يخاطب بصفة الخبير الطلابي. الدكتور يعني أكثر من 30 سنة يعيش بين الطلاب والعمل الطلابي، فعندما وقف في متحدثا عن القرآن جاب الخلاصة في هذا الموضوع. وعندما تحدث عن الصلاة تحدث حديث وكأن سمعنا الحديث من قبل، لكن وكأنك سمعته أول مرة، أنه لامس الوجع الذي نعيشه اليوم في تركيا أو في اسطنبول ومشاغل الحياة ومشاغل الطلابية والروتين الذي يعيشه جميع الطلاب. حاول من أول ساعة في المخيم أن يطرق الجانب الإيماني الذي فقده كثير ممن يحتك بالمجتمع الطلاب، كانت أول جلسة له حينما تحدث عن الصلاة من أفضل الجلسات أو الذي أثرت فيها في البداية. حاليا بحكم أنني مشرف على تنظيم أو لجنة النظام في الملتقى لم تسنح لي الفرصة لكي أركز مع المحاضرة مع الأسف، ولكن في نقطة مهمة أنا لاحظتها خلال المحاضرة وهي تفاعل المشاركين مع الدكتور في هذه المحاضرة، وهذا أعطاني انطباع أن الاتحادات متشوقة لهكذا فكرة ومتعطشة لهذا النوع من الفعاليات والمخيمات يعني.